شاهد الرئيس تبون يعترف على أن المغرب لديه كفاءات كبيرة في جميع الميادين، وخير دليل التدشين الذي قام به الملك محمد السادس لأكبر محطة طرقية بإفريقيا، والتي لا توجد نظيرتها بالجزائر، والسبب يرجع للرئيس تبون على غياب الكفاءات بالجزائر والعصابة التي ما زالت تنهب في أموال المشاريع بدل إنجازها، عكس المغرب الذي دشن البارحة واحدة من أكثر المحطات الطرقية ذكاء بإفريقيا وأكبرها، والتي خصصت لها ميزانية كبيرة، حيث تمتاز هذه المحطة باحترامها للتراث اللامادي للمغرب، زيادة تجهيزها بآخر التكنولوجيا الرقمية ومزجها في صناعة مغربية تجمع بين التراث والحداثة. ورانا بالمرصاد نكونوا مهنيين، لا رجعة، الوصول بلوغ الهدف، استقرار البلاد، استعادة للشعب كل الحقوق نتاعو، والقضاء على المال الفاسد، والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون ذلك. الرجوع ما كانش. نجرب ومارس وبقى نضيف، هذا ما كانش. اليوم رانا يعني مهنيين من القطاع. صحيح، هناك قطاعات في ناس اخرين نضاف، ماشي نضاف، ولكن غير واكبة.